السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنعمل النهارده مع بعض عيش التوست او عيش السندوتشات باسهل وابسط طريقة. طالع معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، هش وطري ومرتفع، حاجة كده قمر. اوفر وانضف مليون مرة من الجاهز، وهنعمله ببيضة وكيلو واحد من دي هيعمل معانا الجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد تحفة، اتمنى تجربيه وتقولي في تعليقاتكم الجميلة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين. تنوروني طبعا وتشرفوني. اول حاجه هنسمي الله. ومعايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، مستخدمه دقيق الضحى. ممكن تستخدمي اي نوع انت بتحبيه يكون متعدد الاستخدام. هعدي الدقيق بتاعي على مصفى بالشكل ده، وبعد كده هننزل عليه بنص معلقه صغيره من الملح، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه ما يعادل باكت من الخميره الفوريه 12 جرام، ومعلقتين كبار من اللبن البودره ممكن تستغني عنهم تماما. انا عشان الكيس ده كان عندي فانا استخدمته. وهنزل عليهم بثلاث معالق كبار من السكر، وهننزل عليهم كمان باربع معالق كبار من الزيت، ومعلقه واحده من الخل. بعد كده هننزل عليهم ببيضه درجه حراره المطبخ او حتى من التلاجة، مفيش مشكله. وهنبدا نعجن العجينه بتاعتنا بقى بميه فتره زي ده ملعين. ممكن تعجنيها بحليب زي ما انت حابه، ولكن احنا بنعمل العجينه بتاعتنا كده اقتصاديه على قد الايد. وعلى فكره يا بنات، الحاجات اللي بتبقى في الافران او التوست او الفينو اللي بيجي من الافران، اي حاجه بيعملوها بميه. وطبعا احنا بنعملها في البيت كده بايدينا الحلوين، انضف واوفر بكتير من الجاهز، وعملنا كميه حلوه قوي من التوست. لو انت تشتريها من بره طبعا انت عارفه الحاجه غاليه جدا. ما كلفناش اي حاجه وطلع معايا في منتهى الجمال زي ما شفتوه في اول الفيديو. انا هنا بقى العجينه بتاعتي هتاخد قد ايه ميه؟ هتاخد حوالي كوبايتين وربع من الكوبايه اللي هي المج الشيل العادي اللي في كل بيت. تمام، ممكن تاخد منك زياده شويه واقل حسب طبعا امتصاص العجين، او الدقيق بتاعك اللي انت مستخدماه للسوائل. لان طبعا احنا عارفين ان دي بيختلف من نوع للتاني لامتصاصه للسوائل. بعد ما العجينه تبقى معايا كده طريه شويه بالشكل ده، هنزل عليها بمعلقتين كبار من الزبده. الزبده بتفرق جدا يا بنات في العجينه، بتديها طعم حلو قوي، بتخليها ناعمه معايا، وكمان بتفرق في الطعم وبتخليها في منتهى الجمال. وهتعجنيها بالشكل ده. اول ما بننزل بقى بالزبده بتلاقي العجينه بتقطع معاكي بالشكل ده. كل ما بتعجنيها بتلاقيها نعمت معاكي وبقت زي القمر. طبعا لو ايديكي بقى تعبت كده وتعبتي من العجن، غطيها دقيقتين وارجعي لها تاني. كده احنا بنريح ايدينا وبنريح العجينه من ناحيه تانية، ونرجع لها بقى بنلاقيها ناعمه معانا وكأنك بتعجني فيها بقالك اكتر من 5 دقايق. انا هريح العجينه بتاعتي كده مرتين. بعد ما عجنتها كمان مره كده عجنه حلوه برضو هغطيها واسيبها تريح للمره التانية. هرجع لها تاني، بصوا العجينه بتمط معايا وبجد تحفه. اهم حاجه يا بنات لنجاح المعجنات، اي معجنات عايزاها كده تطلع معاكي ناجحه وهشه وطريه، لازم تعجنيها وتبقى طريه معاكي بالشكل ده، ما تبقاش مكتومه ولا تقيله. هنحط نص معلقه زيت صغيره في البوله اللي كنا بنعجن فيها، وندهن العجينه بتاعتنا من فوق ومن تحت بالشكل ده. وهنغطيها بكيس تلاجة وفوطه ونسيبها تختمر. مش بنخمر العجينه بتاعتنا تخميره كامله، احنا بنخمرها نص تخميره بالشكل ده، لان احنا طبعا بعد ما هنشكلها هنخمرها للمره التانية. اي معجنات يا بنات بنخمرها مرتين، ما بنسيبهاش تخمر في اول مره تخميره كامله. نص تخميره بنبدا نشكلها، وبعد ما بنشكلها بنسيبها تختمر للمره التانية. هنا انا قسمت العجينه بتاعتي كده 3 اجزاء متساويه، بالنظر كده او بالميزان زي ما انت حابه. وبعد كده هغطيها بقى بكيس تلاجة واسيبها تريح. على ما تريح العجينه بتاعتنا بقى نحضر القالب اللي هيدخل الفرن. هنا اكبر قالب يا بنات في ال3 صواني بتاعه الفرن، جبته وحطيت فيه ورق الزبده بالشكل ده، وقسمته كده على 3 اجزاء، عملت سورين كده في النص بورقه الزبده، وما دهناش ورقه الزبده اي ماده دهنيه. تمام. كده انا حضرت القالب جنبي وهركنه على جنب، وهاخد بقى اول كوره احنا كورناها افردها مستطيل بالشكل ده، يبقى كده الطول بتاعها قد طول القالب اللي احنا اللي هدخل الفرن. وهبدا بقى الف الرول بتاعي بالشكل ده. كل لفه لازم اضغط عليها، الف واضغط علشان اطلع اي هواء في العيش بتاعي او في التوست بتاعي. وبعدين هنقفلها بقى من الجنبين، وبنقفلها كويس جدا جدا علشان ما تفردش منك اثناء التسويه. وبعد كده هنحطها بقى القفل بتاعها ناحيه تحت كده في القالب بالشكل ده. باخد القفل احطه ناحيه تحت. انا عملت الاتنين التانيين عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بقى هغطيها واسيبها تختمر للمره التانية. بصوا بعد ما اختمرت الجمال والقمر، حاجه كده تحفه.
هندخلها فرن ساخن مسبقا درجة حرارة 180، وكنا مسخنينه كده قبلها ب10 دقايق على الرف الأوسط على الشبكة، ومولعة الفرن من تحت، مش مولعة الشواية خالص. لو عندك مروحة طبعا شغليها، لو مفيش مشكلة، لحد ما يديكوا اللون البني القمر الجميل ده. بصوا بقى ازداد حجمه ازاي وبقى تحفة بجد خطير، وريحته اثناء التسوية مفيش احلى ولا اجمل من كده. اول ما بيطلع بقى بتلاقي الوش بتاعه ناشف كده بالشكل ده، وهو سخن بقى هبدأ ان انا ادهنه بدهنة كده من الزبدة، بتديله طعم حلو قوي، وكمان بتديله لمعة حلوة. هو بعد ما يبرد هيتشرب الزبدة دي، ومش هيبقى بيلمع اللمعة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. خلاص كده بعد ما دهناه بالزبدة هنسيبه بقى. شايفين اللمعة بتاعته راحت خالص يا بنات، بس برضو مديها شكل حلو، وبتخلي طعمه جميل جدا جدا. بعد ما يبرد تماما نسيبه يبرد، هنبدأ نطلعه بقى من ورق الزبدة، بيطلع معاكي بكل سهولة. شايفين بجد تحفة بأمانة، والله أحلى مليون مرة من الجاهز. هنبدأ بقى نطلعه من ورقة الزبدة كده، بتطلع معاكي بكل سهولة بالشكل ده. اهم حاجة تسيبيه يبرد عشان تطلع معاكي كده سهلة. شايفين الجمال بجد تحفة. الجنب الاحمر ده يا بنات هو اللي كان ملامس لجنب الصينية، اللي هو اللي فيه اللي انا بطلع فيه ورقة الزبدة ده، والجنب الابيض هو اللي كان ناحية الحرف اللي انا كنت عاملاه من ورقة الزبدة، اللي هو الحرف الابيض ده. تمام. طلعي بقى ورقة الزبدة بالشكل ده. في الوقت ده يا بنات بقى احنا مش هنقطعه في ساعتها، احنا هنسيبه كده 3-4 ساعات ونغطيه فوطة، ونرجع نقطعه مع بعض. شايفين الجمال بجد قمر. عملنا كمية حلوة، لو انت بتشتريها من بره طبعا هتبقى اغلى بكتير. ما كلفناش حاجة خالص. كيلو من الدقيق وبيضة و4 معالق زيت، معلقتين من لبن بودر، من لو انت عايزة مش تحطوهم ما تحطوهمش، و3 معالق من السكر. بجد تحفة. شايفين. هنبدأ بقى نغطيه ونرجع تاني نقطعه بعد 3-4 ساعات. طبعا بتقطعيه بسكينة مشرشرة، ويا ريت كمان تقطعيه على بلانش. انا هنا بقطعه على المفرش السيليكون، ولكن طبعا انا يعني انا بحاسب ما بنزلش على المفرش للاخر قوي يعني. تمام. انا هجيب دلوقتي البلانشه واقطع عليها. بتقطعيه طبعا عقله صوبع، او حوالي كده العرض بتاع التوستيه حوالي 1 سنتي. اهو بصوا، بتقطع كده بكل سهولة. عايزة بقى تغلفيه وهو سليم كده بستريتش او بلاستيك راب، وتسيبيه سليم كده بحاله كده، وتحطيه في الفريزر. وقت ما تيجي تستخدميه بتطلعيه يبرد، وبعد كده تقطعيه براحتك خالص. عايزة تقطعيه كله وتحطيه في علبة تلاجة تكون محكمة، وتقفليها كويس جدا وتحطها في الفريزر. وقت بقى ما تحبي تستخدميه بتطلعي الكمية اللي انت محتاجاها من العلبة، وبعدين تقفليها وتحطها في ساعتها في الفريزر. ما ينفعش تسيبيها تفك كلها وتاخدي منها وترجعيه تاني، كده هيبقى ناشف معاكي ومش هيديكي احلى حاجه. من الاخر قطعه تبقى طريه معاكي وكانك لسه شارياها حالا النهارده كده، او لسه عاملاه. لازم تاخدي الكميه اللي انت عايزاها من العلبه وتغطيها وتحطها في الفريزر، او تحطيه في اكياس ثلاجه كده اللي هي اكياس التخزين، زي ما انا هعمل دلوقتي كده قدامكم. بحط الكميه اللي انا عايزاها في كيس ثلاجه، وبحطه في الفريزر. على ما بنوتي تصحى كده تلبس وتصلي، بكون طلعته كده على الرخامه يبرد خالص، وببدا ان انا اعمله سندوتشات بقى، نوتيلا، جبنه، زي ما انت حابه. هش وطري وخفيف بجد تحفة وطعمه خطير. اتمنى تجربيه ان شاء الله وتقولي رايك في التعليقات. واتمنى الفيديو يعجبكم واكون ضيفه خفيفه على قلبكم، وبحبكم جدا جدا في الله. واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.